ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن الثانوية العامة. عارفة ان انا بقالي فترة طويلة جدا ما اتكلمتش عن ثانوية عامة، وده مش عارفة ليه. to be honest with you انا I don't know why، ولكن انا جات لي مسجات كتير جدا بسبب كده، فقلت خلاص هبدأ ان انا اعمل كمان فيديو عن الثانوية العامة. وبما اننا احنا حاليا في الفترة الحرجة بتاعة ثانوية عامة اللي هي تقريبا فاضل 4 شهور، فالاربع شهور دول اسمهم 4 شهور الحرجة في ثانوية عامة. الطاقة بتبقى صفر، ومفروض انه يبذل مجهود كبير. طبعا كلنا مرينا بالفترة دي في ثانوية عامة، وكلنا كنا بنعاني من مشاكل كتير. اغلب المشاكل هو احنا المفروض نكون وصلنا ايه خلال الفترة دي علشان يعرفوا هل هم مقصرين ولا لا، وكمان ايه نعمل في التراكمات وهل هنلحق نخلصها ولا لا. واخيرا وليس اخيرا، الناس اللي عايشه في وهم ان احنا مش هنجيب مجموع بسبب نظام التابلت. فهم دول الثلاث مواضيع اللي انا هتكلم عنهم النهارده. اول سؤال اللي كان بيدور في دماغي واللي كان بيدور في دماغ ناس كتير جدا، هل انا مقصره والمفروض ان انا اعمل اكتر؟ ساعتها كان بيدور السؤال ده دايما في بالي، هل المجهود اللي انا ببذله ده كافي ان هو يخليني اجيب مجموع ولا لا؟ فانا جيت اقول لكم ايه اللي المفروض تكونوا وصلت له خلال الفتره دي، والمفروض تعملوا ايه خلال الفتره دي. خليني اتكلم شويه الاول عن اللي انا كنت وصلت له خلال الفتره دي، وبعد كده نشوف ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي المفروض ما يحصلش. المواد اللي كانت عندي: عربي، انجليزي، الماني، فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا. فخلينا كده نشوف ايه اللي انا عملته وخلصت كل ماده امتى بالظبط، واقول لكم المفروض تخلصوا كل ماده امتى بالظبط. خلينا كده نبدا باول ماده، هي ماده العربي. ماده العربي هي من المواد اللي خلصتها في شهر واحد. وما تستغربوش، انا هي خلصت الماده دي مش عشان كان المفروض اخلصها، انا خلصت الماده دي علشان اصلا كان في امتحان شامل ساعتها في شهر واحد، اصلا كانت مع مدرس انا ما كنتش باخد معاه، فده خلاني ان انا اذاكر اللغه العربيه كامله علشان اعرف اخش الامتحان الشامل ده. بالنسبه بقى للماده الثانيه هي ماده الاحياء، ودي خلصتها كانت في شهر واحد برضو. بالنسبه بقى للماده الثالثه اللي هتكلم عنها هي ماده الجيولوجيا. ماده الجيولوجيا للاسف كنت مع مدرس، هو احنا ما عندناش هنا فرايتي من المدرسين كتير يعني في الماده دي، فكنت يعني هما كام مدرس كانوا هما المعروفين وكل الناس بتاخد معاهم، فانا كنت اخترت من المدرسين المعروفين وكنت مكمله معاه، وللاسف كان بيماطل في ماده الجيولوجيا. ماده الجيولوجيا يا جماعه اخرها تخلص في شهر واحد، مش محتاجه انها تقعد اكتر من كده، الا ان في شويه مدرسين كده بيحاولوا يكبروا لك الماده علشان يقعدوا فتره اطول، وعلشان مش هيتكلم اكتر من كده. فللاسف ماده الجيولوجيا خلصوها في شهر 3 تقريبا. بالنسبه بقى لماده الانجليزي فاحنا خلصناها في شهر 4 مع المدرس، ولكن اللي انا كان مخليني ان انا ماشيه مع المدرس ده وانا مطمنه ان احنا كنا بنذاكر وبنراجع في نفس الوقت، فكان بالنسبه لي ده مريحني شويه، اللي هو انا خلاص خلصت مذاكره ومراجعه. بعد كده ماده الالماني الصراحه انا مش فاكره عنها اي حاجه، انا الماده دي كنت بذاكرها. ماده الفيزياء الصراحه ما لحقتش ان انا اخلصها لغايه ما قفلت السناتر، يعني احنا في شهر 3 كنا لسه بنذاكر في ماده الفيزياء، كنا في الحديثه، كنا قربنا نخلصها ولكن راحت جات الكورونا قفلت السناتر فما كملتش دروس. بصراحه عشان يعني بحب احكي معاكم شويه كده، الموضوع ده جالي على الطبطاب فعلا، لان انا اصلا ما كنتش عايزه اكمل في الدروس، لان انا كنت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي ما كنتش باخد دروس في المواد اغلبها، وخصوصا المواد العلمي علوم لاني كنت بحبها جدا. مادة الفيزياء ومادة الكيمياء بقى المفروض ان هما مثلا يخلصوا في شهر 3، فلو جينا دلوقتي قسمنا علشان تبقوا عارفين بس المفروض تخلصوا ايه، لان دايما الواحد لازم يكون عارف هو المفروض يخلص امتى ويراجع امتى. يعني overall كده لو جينا مثلا اخدنا الوقت اللي المفروض نخلص فيه كل مادة، فاحنا مواد عندنا ممكن تخلص في شهر واحد، مواد ممكن تخلص في شهر 4. المواد اللي ممكن تخلص في شهر واحد: الجيولوجيا، الأحياء، الألماني. ومواد ممكن تخلص في شهر 3 زي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء. فلو انتوا شايفين المدرس معاكم هيطول شوية، يبقى حاولوا من دلوقتي تراجعوها، بحيث ان هو لما يكون خلص تكونوا انتوا خلصتوا مذاكرة وتكونوا خلصتوا مراجعة الاتنين مع بعض. لكن لو المدرس خلاص قرب يخلص او اصلا خلص، فانتوا خلاص كده انتوا في الامان، ما تقلقوش، مش هيبقى فيه اي حاجه ان شاء الله. مش مبرر خالص انك لو مثلا مش ماشي على اللي انا قلت عليه ده يبقى انت كده مش هتلحق، او انت مش هتجيب مجموع، او انت مش هتجيب درجات. لا يا جماعه، مش مبرر خالص. يعني بعد ما دخلت الكليه وبعد ما شفت اللي بيحصل في الكليه، فعلا اكتشفت ان بجد بعد ما شفت كميه المناهج اللي بتتاخد خلال فتره صغيره جدا، وانك مفروض قبل الامتحان في اسبوع تلم 12 محاضره او 13 محاضره، وكلهم محاضرات انجليزي، كلهم باللغه الانجليزيه،
وكمان كبار جدا اكبر من الدروس بتاعتنا بكتير. فبعد ما شفت الموضوع ده وان احنا كل ده بنقدر نخلصه في اسبوع، بنحاول ان احنا نذاكره، كل اللي انا عايزه اقوله لك لا، انت تقدر تخلص وتقدر انك تذاكر لو في حاجه ناقصاك. الموضوع يا جماعه بجد بسيط، بس محتاج انك تكون شخص اولا تبطل خوف ثانويه عامه ده، وكمان تبدا تذاكر وتبدا تنظم وقتك خلال الفترات اللي جايه. Please stop. That's enough. You will not stop doing this. مش عايز يسكت. بالنسبه بقى للنقطه الثانيه، والنقطه دي اللي بجد انا رسائل كتير بتجيلي على الانستجرام وعلى تعليقات اليوتيوب، هل هلحق اخلص؟ ناس تانية تقول لي انا حصلت معايا ظروف خلال الفترات اللي فاتت وما لحقتش ان انا اذاكر الحاجات بتاعت الفتره اللي فاتت، هل هلحق اخلص خلال الفتره اللي جايه ولا مش هلحق؟ دايما على طول بعرف ان الناس دول هم عايزين يكبروا دماغهم، هم مش عايزين يبداوا اصلا. لان السؤال ده سؤال غريب، انا معرفش ليه ممكن الواحد اصلا يساله. تمام، افرض مش هتلحق، افرض مش هتلحق، مع ان والله العظيم هتلحق تذاكر مره واثنين وثلاثه. افرض مش هتلحق، هتسيب نفسك كده؟ يعني افرض لو واحد مش هيلحق ان هو يخلص المنهج، بيسيب كل حاجه ولا بيبدا وبيخلص قد ما يخلص ويسيب قد ما يسيب؟ يعني المفروض الواحد بيحاول يبدا يعمل اللي عليه، خلص خير وبركه، ما خلصش خلاص هو عمل اللي يقدر عليه. يعني السؤال اصلا غريب، مش عارفه مين اللي حط السؤال ده او خلى الفكره دي في دماغ طلبه ثانويه عامه. كل اللي انا عايزه اقوله لكم، ابداوا واعملوا كل اللي تقدروا عليه، خليكم ماشيين مع الدروس وذاكروا مع الدروس حاليا اول باول، وخلوا اوقات للتراكمات. طب انا دلوقتي ما عنديش وقت ان انا اصلا اراجع التراكمات، يبقى تشوف عندك ايه. ما انت ما عندكش وقت، يبقى انت حاطط نفسك في حاجات كتير جدا ملهاش لازمه. يعني مثلا كذا حد يكلمني بسبب ان هو عنده تراكمات، فرحت قلت لهم تمام انتوا بتاخدوا كام درس؟ قالوا لي ان احنا بناخد في كل ماده درسين. موضوع انك تاخد في كل ماده درسين ده اصلا موضوع فاشل، لان الواحد المفروض في ثانويه عامه يركز مع نفسه اكتر من ان هو يركز مع المدرسين. يا جماعه لازم تكونوا عارفين ان المدرسين هم ما هو الا 1% بس من مجموعك في ثانويه عامه. المدرس كل اللي بيعمله ان هو بيوصل لك المعلومه. مش معنى انك رايح عند افضل مدرس في العالم يبقى انت كده هتجيب مجموع عالي، ملوش علاقه خالص. مش معنى انك هتاخد مع مدرسين 2 في كل ماده يبقى انت كده هتجيب مجموع اعلى. بالعكس، يعني ممكن اوكي تجيب مجموع عالي وكل حاجه، ولكن انك تاخد اصلا مع اكتر من مدرس في الماده ده بيخليك اصلا تعبان، مش قادر انك تذاكر لوحدك، لانك يعني درسين لكل ماده، يعني انت بتاخد في اليوم درسين 3 دروس، فانت ازاي هتبقى قادر تركز مع نفسك بعد ال3 دروس اللي في اليوم؟ وكمان تشتت كبير جدا بتعمله لنفسك ملوش اي داعي. فانت شوف، ابدا اقعد مع نفسك وشوف ما عندكش وقت ليه، ولكن ابدا انت شوف بقى وقتك بيضيع في ايه، وابدا عالج المشكله. الناس كتير جدا بتيجي تكلمني، طب انتوا عرفتوا ايه المشكله اصلا؟ يعني انتوا عرفتوا ايه المشكله اللي انتوا بتعانوا منها؟ علشان يعني انت بتقول ما عندكش وقت، طب بدات تشوف انت ليه ما عندكش وقت؟ هل بدات مثلا تراقب يومك، تقعد كده بورقه وقلم خلال اليوم وتقول ان انا من الساعه كذا للساعه كذا قضيتها في كذا، ومن الساعه كذا للساعه كذا قضيتها في كذا، فايه الحاجات اللي ممكن اتخلص منها علشان يبقى عندي وقت للمذاكره والمراجعه؟ لكن من حيث انك متراكم عليك، هل هتلحق تخلص ولا لا؟ هتلحق تخلص وهتلحق تراجع وكمان هتلحق تحل كذا كتاب. فايه اللي هتعملوه؟ اول حاجه هتقعدوا مع نفسكم وتشوفوا ايه اللي بيضيع وقتكم بالظبط، وابداوا انكم اشتغلوا على الموضوع ده من هنا. الحاجه الثانيه، هتبدا تقعد مع نفسك وتقسم الماده بتاعتك، ايه اللي متراكم وايه اللي انت ذاكرته قبل كده، وتبدا بقى تشوف المتراكم ده هتخلصه في قد ايه. هتحدد له ايام في خلال الاسبوع، هتحدد الاوقات اللي فيها الدروس الاول بجدول انا عملته قبل كده هيظهر لكم هنا او هنا، هتحدد الفترات اللي بيبقى فيها دروس، وبعد كده هتبدا تشوف بقى ايه الاوقات الفاضيه اللي هتبدا انك تراجع فيها، وحدد الوقت كمان اللي انت عايز تخلص فيه. يعني زي مثلا انا لما كنت حاطه لنفسي ديدلاين ان انا المفروض اخلص ماده العربي في شهر واحد عشان كان في امتحان شامل، فخلاص حطيت لنفسي هدف ان انا في شهر واحد لازم اخلص ماده العربي. قعدت على ماده العربي وذاكرتها، وعلى فكره ما جيتش على المواد التانية، يعني كنت بذاكر المواد التانية كلها في وقتها عادي، ولكن كنت مركزه اي وقت فراغ عندي بذاكر العربي. لازم تكون عارف حاجه مهمه جدا، هي وانت عارف قدراتك ايه. ليه بقى بقول الموضوع ده؟ لان في ناس ممكن تكون ذاكرت المنهج كله مره واحده بس وعرفت تجيب مجموع عالي، وناس تانية ممكن تكون ذاكرت المنهج مرة واثنين وثلاثة واربعة وجابت درجة عالية. فأنا كنت عارفة ومعترفة بقدراتي، أنا كنت عارفة إن أنا علشان أجيب مجموع عالي لازم أذاكر كتير كذا مرة وأراجع كذا مرة وأحل كتير. ده اللي أنا كنت عارفاه عن نفسي، فبدأت أعمل كده. بدأت إن أنا عارفة خلاص أنا عايزة أروح أحضر مع مدرسين بيخلصوا بدري علشان ألحق أراجع مرة واثنين وثلاثة.
الحاجه بقى الاخيره واللي هتكلم عنها، واللي دي برضو انا شايفه ناس كتير جدا بتشتكي لي من السنين اللي فاتت بسبب الموضوع ده، وده مأثر على ناس كتير جدا السنين دي يعني، هي موضوع ان انا دفعه التابلت وحاسس ان انا مش هجيب درجات، لان الناس في دفعه التابلت للاسف ما بيجيبوش درجات. كل اللي انا عايزه اقوله لكم حاجه واحده، وهي دي الحاجه اللي انا كنت مؤمنه بيها خلال فترتي انا في ثانويه عامه او في اي فتره من الفترات، ان انا ربنا كاتب لي حاجه وهدخلها مهما عملت ومهما سويت، انا هدخل حاجه معينه ربنا كاتبها لي، وانا عارفه بدل انا تعبت واجتهدت وعملت كل اللي عليا يبقى ربنا هيدخلني افضل كليه بالنسبه لي. انا بتعب وبجتهد وبعمل اللي عليا، لان دي مهمتنا في الحياه. يعني احنا كبشر احنا نازلين في الدنيا ليه؟ علشان نعمل، علشان نشتغل. وانت دلوقتي حاليا انت المهام اللي المفروض تأديها انك طالب في ثانويه عامه، يبقى المفروض انك تذاكر عشان انت طالب في ثانويه عامه، ودي عباده لربنا، مش بتذاكر علشان تدخل كليه معينه. انتوا ما لكمش دلوقتي غير السعي، وده لازم تعملوه، جبتوا مجموع او ما جبتوش انتوا لازم تعملوا كده. ودايما ادعوا، يعني الدعوه بجد هي من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدكم، لان بيقولوا دايما الدعوه ممكن تغير القدر. يعني هي الدعوه قادره انها تغير القدر. جبتوا مجموع الحمد لله، ما جبتوش مجموع برضو الحمد لله، انتوا عملتوا اللي عليكم. عارفه اللي هو فكره ان هو الواحد لما بيتخرج من ثانويه عامه كده وحاسس ان هو عمل اللي عليه، اي مجموع بيجي في الاول بيبقى زعلان ومتذمر وشايف ان ليه ليه ليه، ولكن بعد كده بيحس براحه نفسيه، انا عملت اللي عليا. لكن لو واحد اصلا كان مقصر بسبب فكره حاططها في دماغه معينه، بعد ما بيتخرج بيبقى ندمان دايما طول عمره، انا لو كنت تعبت كنت هجيب، انا لو كنت تعبت كنت مش عارفه هعمل ايه. فانت اتعب علشان الفكرتين دول، فكره انك ما تندمش بعد ما تتخرج من ثانويه عامه، وكمان علشان دي العباده بتاعتك انت كبني ادم، انت المفروض تذاكر ومفروض تسعى في اي حاجه انت موجود فيها حاليا. مش عارفه الفيديو هيكون قد ايه بعد المونتاج، مش عارفه هيطول ولا لا، بس انا حبيت ان انا افتح قلبي معاكم المره دي واتكلم معاكم بكل شفافيه، بس بتمنى ان هو يكون ساعد ناس كتير جدا في خلال الفتره دي. لو عايزين طبعا فيديو عن خلال فتره المراجعه ونعمل ايه بالظبط في فتره المراجعه، اكتبوا لي تحت في التعليقات علشان اعمله لو انتم محتاجينه. ايه بس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يا ريت تعملوا لي سبسكرايب زي ما قلت لكم، وكمان تعملوا لي لايك، لان الحاجات دي بجد هي حاجه بسيطه جدا انت ممكن تعملها ولكن بتشجعني انا بشكل كبير جدا. كمان روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.